الخطوات الآن أمام قوى المعارضة؟ الخطوة السياسية هي هذه عاد الإشكالية الآن. نتكلم احنا في السياسة، يعني لابد على المعارضة الدرس الأول لها أن تعلم أين ارتكبت الأخطاء ومتى ارتكبت الأخطاء. برأيك أين المعارضة وتحديدا، يعني حتى ما أقول المعارضة، أنا أتكلم عن الأغلبية. كتلة الأغلبية ارتكبت أخطاء جسيمة دمرت الحراك. أنا أقولها بكل صراحة وكتبتها. على كتلة الأغلبية أن تختار ما هو خطابها وما هي آلياتها ومن الذي يقود. عندنا تنسيقية وائتلاف وأغلبية وقوة شبابية، ولا توجد قيادة ولا توجد نظرية للمعارضة. هل تفككت لا اليوم؟ توجد فلسفة لها. نعم المعارضة إذا بنسميها معارضة ضعيفة للغاية. شوف التجمع اللي حصل أمس في حديقة البلدية، لم يحضر في أحسن الأحوال 100-150. اليوم اللي قبله العدد كان أقل. ندوات الأغلبية 100-150 شخص. الأغلبية كانت تسير في الاتجاه الصحيح، ورفعت سقف الخطاب السياسي، رفعت سقف المطالب السياسية، تفاعل معها الجمهور، أسر، عوائل، شباب وأطفال، الكل خرج إلى الشارع. ثم قررت كتلة الأغلبية أو بعض أعضاء الأغلبية التراجع وتغليب الخطاب السياسي الخفيف أو الخطاب الانتخابي، على أمل أن الانتخابات قائمة. بدأت حملة انتخابية مبكرة. هذا الخطاب هو الذي دمر الحراك.